ثانية واحدة. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ الحمد لله. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يخليك. احكي لنا كده الحكاية، كان عندك ايه كده من الاول وعملنا ايه؟ والله من الاول يا دكتور انا طبعا كان اتزحلقت. تمام اتزحلقت في البيت. تمام حصل كسر في الصابونة بتاعت الركبة. تمام وجيتك في مستشفى الهرم. تمام وانت قلت لي نعمل لك عملية ونعمل لك نربط لك بسلك. تمام. والحمد لله عملت العملية وربطناها بالسلك، وبعد 6 شهور قلت لي هنشيل الاسلاك. تمام. وتمينا 6 شهور ودلوقتي عملنا شلنا الاسلاك الاحد اللي فات. والحمد لله الجرح التئم. الجرح ملتئم وفي امان الله. والكسر التئم والدنيا تمام. وكله والحمد لله. طيب ورينا المشي كده بتمشي ازاي؟ تمام. طيب وتاني وفرد الركبة، اتني وافرد الركبة كده. تمام. هنحتاج لسه هنعمل علاج طبيعي بس الدنيا كويسة اهي. الثانية احسن من اول كتير. تمام. يعني كنت لما نتنيها كده كان بحس بآلام شديدة. تمام. دلوقتي ما في حاجة الحمد لله. طيب الحمد لله. انت مبسوط الحمد لله والله. الحمد لله. مبسوطين بمعرفتك وعايزين على الشكر يعني. انا اللي اتشرفت بيك يا حاج. الله يكرمك ان شاء الله. الله يخليك. الف سلامة عليك. الله يسلمك يا دكتور، الله يخليك. لو عايز تبوظ ركبتك بدري ويحصل لك خشونة متقدمة، اعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. يا زين ما اخترت. الحاجة الأولانية إن أنت تقعد فترات طويلة على الأرض وأنت مربع رجليك. الحاجة التانية إن أنت تقعد في وضع القرفصة فترات طويلة. الحاجة التالتة إن أنت تحط رجل على رجل فترات طويلة. الحاجة الرابعة إن أنت تطلع وتنزل سلالم عالية وأنت شايل حاجات تقيلة، زي مثلا الناس اللي تطلع الدور العاشر، الدور ال11 وغيرها. الحاجة اللي بعد كده الوزن. لو وزنك زيادة اعرف انك بنسبة كبيرة هيجيلك خشونة في ركبة واحدة او 2 في سن بدري. عشان كده لازم تهتم بتقليل الوزن عن طريق الرياضة والاكل الصحي. طبعا في اسباب كتير لآلام مفصل الركبة مش بنعرفها غير بالكشف الطبي على المريض، وان احنا بنطلب بعض الاشاعات زي الاشعة العادية او الرنين. عشان كده لو عندك مشكلة لازم تكشف عند دكتور عظام.